قدره اتخاذ قرار. نحترم القانون، نحترم القواعد، قواعد موضوعه لتسهيل العمل واظهاره في اروع صوره، لابد ان نلتزم بهذه القواعد والاسس التي تحدد المسار. غير مقبول في عهد الثوره، وللاسف في ناس ما يعني بتعتقد ان الثوره دي فيلم كان بيعرض وخلص وانتهى ونرجع تاني ده قواعدنا اللي كنا فيها وترجع ليما وطريقتنا لعادتها القديمه. لابد ان نتحلى بروح الثوره وبالذات الاعلاميين، نحترم القوانين، نحترم القواعد التي نضعها، ان يكون لكل شيء فلان هيطلع على الشاشه هيطلع ليه وبناء على ايه، فلان هيكون في مجلس الامراء. انا بس عاوز اقول لحضرتك يعني اصل الخطوات اللي انت بتتحدث فيها دي محتاجه وقت عشان نعيد تقييم 50,000 واحد بيشتغلوا في التلفزيون. انا من وجهه نظري الشخصيه مش مفترض اقول، بس دي جزئيه، لاني من الناس اللي بيعملوا في التلفزيون اعاده تقييم الناس عشان تجيب مذيع ومعد ومخرج وفني ومدير قطاع يعني وتعرف امكانياته مره ثانيه. ابدا باختيار القيادات. في مراحل كبيره جدا من القيادات. الهرم البيروقراطي المصري يحوي كثير جدا من المستويات القياديه. لو بدانا بمدير الاداره هنبص نطلع لرئيس الاتحاد ومجلس الامناء اللي هو المفروض يعني علينا نقطه ثانيه برضه استاذ خالد. عندنا في ناس درجه اولى وناس مديرين عموم وناس وكلاء وزاره، لكن في النهايه قدرتهم على اداره هذا الموقع اللي بيتم وضعهم فيه مش هو ده. لان اللي كان بيمسك منصب تاخد بالك كان بيقفل على اي شخص موجود. انا اما اجي اقول لك رئيس القطاع نائب رئيس القطاع يقول لي انا ماليش دعوه باي حاجه، كان سالب مني اي حاجه، ما كانش بيعمل اي حاجه وما زال دلوقتي. يعني انا عاوز اقول حاجه، ان رؤساء القطاعات دلوقتي او قبل كده كانت عزبه. ايه العزبه؟ كانت عزبه خاصه له، يعمل اللي هو عاوزه، ما فيش حد يحاسبه، يجيب اللي هو عاوزه. كانت زمان يعني عاوزين نقول قبل كده اي قطاع كان بيدار ازاي، ودلوقتي بيدار ازاي. دلوقتي لن يجرؤ حد انه يعمل حاجه بقرار منفرد، لانه بقى فيه محاسبات وبقى فيه جهاز مركزي وبقى فيه زمان كان بيعمل ايه؟ زمان لا، ما انا عاوز برضه عشان ننهي الموضوع ده، عاوزين ننهيه. كان اي واحد من زمايلنا الصحفيين واحنا بندلهم كل تقدير واحترام، طبعا مش معظمهم، عدد منهم كبير جدا، عشان يكتب على رئيس القطاع يروح متصل بيه رئيس القطاع يقول لي تعالى انت زعلان ليه؟ يروح مديله اعداد في حاجه تاخد بالك، ويروح مديله بمبالغ مهوله واحنا نعمل كده تمام تاخد بالك، ويخليه اعداد في حاجه فما يكتبش عنه. خلاص كرئيس القطاع عنده 70 واحد او كده معد او كان اعداد. احنا عاوزين نلغي الموضوع ده بقى، ما ينفعش. انا عاوز اقول ان اللي يخطأ وعندك يا صحفي مستند اكتب عليه، بس لو ما عندكش مستند ما تكتبش. وانا بطالب مجلس الامناء ان احنا من حقنا نرد على اي صحفي في قناه من القنوات عندنا او برنامج من البرامج بتاعتنا اذا كان اخطا. ما اخطاش وعنده مستند حقه يكتب. اخطا يبقى انا من حق على الهوا زي ما هو عنده السلطه ان هو يكتب في الصحافه، انا اخرى عندي السلطه اللي انا اتكلم على الهوا. عايز بس اتكلم في نقطه كمان مهمه. العاملين من داخل المبنى وخارج المبنى في اعتقاد انه الشيخ البعيد سره باتع. كل اللي جايين من بره قادرين على انهم يقودوا المبنى ويجيبوا اعلانات محمود سعد بكم مليون، لكن كل اللي في المبنى دول مش هيجيبوا حاجه ومش هيعملوا حاجه، في حين ان كل القنوات الخاصه بجلاله قدرها كل اللي بيقودوها ناس بيعملوا في مبنى التلفزيون. طب يعني ده شيء مش منطقي خالص انه يتم التعامل بهذا. مش انت بس يا استاذ ايمن بمصر النهارده بعد ما مشي محمود سعد وخيري اي احنا هل انت ما عندناش مذيعين يعني متميزين وناس كويسه قوي غير اللي طلعوا؟ انا بقول، وانا كلمت الدكتور سامي قلت له معلش احنا عندنا مذيعين متميزين، لو انت اخترت مذيعين يا استاذ ايمن متميزين يعني احسن من اللي كانوا موجودين، احسن من اللي كانوا يعني معلش يعني يديوا او كانوا افضل عندنا ولو كانوا جابوهم على طول بعد خير رمضان وهم قادوا العمل الاعلامي كمذيعين. انا كنت عاوز اقف عند فكره اقتصاديه في الموضوع، انه اللي كانوا من الخارج دول كانوا بيدروا الربح. محمود سعد كان بيجيب 100 مليون وبياخد 10 مليون، دلوقتي انا ممكن اجيب مذيع ما ياخدش ال 10 مليون بس مش هيجيب ال 100 مليون. هي القضيه قضيه العاملين من الخارج دي كانت احدى الجرائم التي ارتكبت، ويعني ربما تكون ليها صور مستنسخه منها حاليا ولكن بشكل مخفف، واحنا بنحذر من تكرار هذه التجربه.
او هذه الجريمه التي ارتكبت في حق ابناء ماسبيرو، لانه المفروض ان ابناء ماسبيرو هم ادرى بضروب ماسبيرو. بمعنى انه انا لو توسمت في اعلامي القدره على انه يفعل شيء يجب ان اقف جنبه، مش هحاربه. بدربه كويس، بوفر له الفرصه، وقبليها اسس موضوعيه او معايير موضوعيه يتم اختياره. حضرتك قلت ده معد ليه وده مذيع ليه؟ لابد ان يكون هناك معايير واضحه بيختار على اساسها هؤلاء الناس. هنرجع لنقطه ثانيه. باقي العاملين هيقولوا طب احنا ما بنشتغلش، يعني انا كفاءتي قليله، اعمل ايه؟ طب انا بحاول اطور امكانياتي، نفسي اطلع على الشاشه، مذيع مثلا امكاناته محدوده وما كانش عنده مقدره انه يطلع في السابق، يشوف شغلانه ثانيه يعني ولا يعمل ايه؟ ما هو برضه محتاجين ان احنا نفكر في الناس دي، نطور كفاءاتهم، يبقى في نوع من التدريب بالنسبه لهم، اعاده ترتيب الاوراق مره ثانيه على الاقل. هي اللي حصل يا استاذ خالد، اللي حصل انه كوادر ماسبيرو اهملت بالكامل نتيجه لفكره ايه؟ اللي جايين من بره بالباراشوت، فبقوا جزيره معزوله. هو كان الفكر ايه؟ على فكره كان الفكر ده في كل مؤسسات الدوله، ان احنا نجيب ناس بالباراشوت ونخليهم في وسط بحيره معزوله، فيجي من بره مش عارف فلان او علان او مذيع مشهور، ويبقى كل الوسط اللي حواليه زي العشوائيات، يبقى كل حاجه عشوائيه ونطلع كده بيت كويس او جميل. ما ينفعش، لابد ان اعيد ترتيب البيت من الداخل وابدا من الصفر. المهمه صعبه وتكاد تكون مستحيله، ولكن لابد ان انا ابذل مجهود فيها، ابذل مجهود في الطريق ده. ابناء ماسبيرو لابد ان يعود لهم كرامتهم واحترامهم داخل هذا المبنى حتى يحترمنا من هم خارج المبنى. انما طول ما احنا بنعامل ابناء ماسبيرو بعدم احترام وباهمال وتهميش واستبعاد، سيظل هذا المبنى كما كان قبل الثوره. لابد من فكر جديد، تصور جديد، رؤيه جديده. هذا المبنى بكل هذه العماله الضخمه اللي فيه ازاي هيقدرها؟ لابد ان يكون رؤيه. هل مجلس الامناء هو خطر؟ كل المنظمات، كل التنظيمات اللي داخل المبنى، اولهم مجلس الامناء. بدايه بعد 25 يعني احنا، ويعني بقولها ان انت اللي تختار القياده. يعني احنا عايز اختار القياده يبقى بالانتخاب يعني؟ لا، كقطاع اخبار احنا اللي اخترنا القياده. ايوه وصممنا يعني بالانتخاب مين الشخص اللي عايزينه؟ احنا طلبنا نصوت على اشخاص او اشخاص او الجماعه اللي احنا اللي قمنا بالحركه داخل قطاع الاخبار. قابلنا الدكتور عصام شرف وطلبنا منه، حتى طلب مننا ان يجي حسين عبد الغني، رفضنا بقوه. وطلبنا منه ابراهيم الصياد، طلبناه وقلنا له كده ما ينفع، نائب رئيس القطاع هو افضل وابن القطاع. وقابلنا الدكتور يحيى الجمال، وهو حاول برضه يجيب حد من، قلنا له لا، هو ابراهيم الصياد. يعني كل الجهات احنا ومجلس الوزراء واحنا وقلنا ابراهيم الصياد. يعني انا عاوز اقول حاجه، ان احنا راينا اللي في الاخر هو اللي انتصر. كانوا عاوزين يجيبوا اي حد من الخارج. ربنا وفقكم لقيته ابراهيم الصياد. اللي ما لقاش يعمل ايه؟ لان هو الفكره عند بعض الناس انه مفيش ناس قادرين على اداره المبنى في هذا التوقيت، وبالتالي قد نبقي على القيادات اللي موجوده لانه البدائل مش موجوده. لا، ده وهم من الاوهام الكبيره اللي حاولوا او العصر اللي فات او النظام السابق انه يوهم الناس بيه. لا، كل مكان مش معقول 50,000 موظف اعلامي في ماسبيرو ليس لديهم العدد الكافي اللي يقودوا هذا المبنى. لا، كله موجود، وناس كانت بره ورجعت مكتسبه خبرات هائله. ولكن القضيه انه من يختار وعلى اي اساس يختار، ويكون في رؤيه مستقبليه للعمل. اما العشوائيه والفوضى وانه لا، الطريقه اللي قال عليها استاذ خالد دايما عجباك، طريقه ان احنا اللي نختار الرئيس او احنا اللي ننتخبه او نختاره. دي ظروف استثنائيه، ولكن بس استاذ ايمن، انا عاوز اقول حاجه. احنا ممكن نختار خالد او اختار رئيس قطاع، ممكن رئيس القطاع ما يأديش اللي احنا مطلوب منه. خلاص، ده يا استاذ خالد بقى مش معنى اللي احنا اخترنا حد معين او خالد ونخليه في المكان ما اداش، ما قدرش يقوم بالاداء الاعلامي الصح اللي هو مطلوب منه خلال الفتره الجايه. لا، هنقف ضده. يعني دلوقتي الاختيار القيادات ما بقاش بالادميه وبقى بالاختيار، وهناك معايير وفي ملف قد كده كل قياده بتقدمه قبل ما يتم اختيارها. تمام؟ ننظر في هذه الملفات، هل يستحق هذا الشخص ان يقود؟ ان شاء الله يقود شخصين. هل يستحق ان يبقى مذيع؟
يبقى في معايير. انما حته اختيار القيادات، النظام الاداري في مصر يعني يسمح بامور كثيره جدا، التدقيق والمراجعه والمحاسبه. هذه القيادات اللي تم اختيارها على غير اساس الاقدميه والمفروض بالكفاءه بتحاسب مع نهايه كل عام بيجدد ليها وينظر في كيف سجل يكون هناك اهدافه. حل وسط بين الأقدمية والكفاءة؟ لأنه برضه حتى لو أنا كفاءتي متناهية مش معناه إن أجي امبارح أشتغل قبل مذيع بيشتغل بقاله 20-30 سنة. يعني ما هو برضه القصة يجب إنها نمسك العصايه من النص. ممكن يكملوا علشان- بعض، ممكن الاثنين يكملوا بعض. انا ما بقولش ان احنا حتى المذيع القديم ان هو يمشي، لا، ده احنا نستفاد منه، انا ممكن استفاد منه تاخد بس يعني ايه يعني ممكن انا سني اختلف تماما. مش معنى هذا ان انت سنك اختلف ان انت لازم تطلع على الشاشه، لا، ودي مش عيب. أنا بتكلم يعني على سبيل المثال المذيع، لكن الكفاءات القيادات شكلها إيه وشكل اختيارها إيه؟ لأنه الناس برضو ما زال يعني مش عارفة لما تيجي تسأل حد طب نجيب مين ما عندوش رد. اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي ما بنروح نشتغل في اي مكان خاص هننحي الحكومه والدوله جانبا والنظم المستقره المعمول بها منذ عشرات السنين، وهي على فكره نظم دقيقه جدا، ولكن التطبيق لو كان التطبيق فعال. حضرتك لما بتيجي تقدم لاي وظيفه بره اول حاجه بيبص فيها في السي في وبيعمل مقابله شخصيه. طيب احنا دلوقتي بنختار قياداتنا من غير ما نشوفهم. يعني وده مهم جدا. يعني انا بقول لحضرتك حاجه صغيره جدا، بالاضافه الى دراسه الاوراق والسي فيهات والى اخره، لابد اي واحد يتقدم لمنصب قيادي او اي حاجه اشرافيه المفروض اقابله، اسلوبه في الكلام، طريقته، اعمل له اختبارات نفسيه ومعنويه. مين اللي هيعمل كده؟ يعني اللجنه دلوقتي علشان يجي، ما هو احنا شاكين في اللجان. اذا كان اللجان اساسا احنا بنتكلم عليها انها لا تملك المصداقيه او يعني القدره الكامله على اختيار الناس، ولو جبنا واحد واحنا 80 اللي بنختار 50 هيختاروه 3 لا، واحد كان متخانق معاه، واحد ده مش عاجبه، لا، علشان يبقى في معايير وأس 1 2 3 10 في اليات من خلالها نقدر نقول الشخص ده هو الاصلح والاقدر لقياده هذا. شوف حضرتك، احنا يعني مش عايزين نشكك في كل شيء من الالف الى الياء، ولكن هذه الفتره التي نمر بها الان في مصر هي فتره انتقاليه. احنا نتطلع ان يتم تسليم مصر لجهات مدنيه، ان يتم انتخاب رئيس الجمهوريه، ان يتم انتخاب مجلس الشعب، مجلس الشورى، ان تعود كل مؤسسات الدوله لتعمل بفاعليه وبناء على ترشيح وانتخاب ديمقراطي شفاف اللي كنا بنصبه ليه. اما الجهات الحكوميه الاداريه هناك قوانين هقولها للمره الالف تحكمها وقواعد تحكمها، نفعلها ونكون بفكر الثوره حراس على تطبيق هذه المعايير. كل واحد فينا يجب ان يكون في داخله ثوري، مش ضروري يكون خرج في المظاهرات والى اخره، ولكن ان يؤمن بان مصر قد انتقلت